شاهد الليلة الأخيرة في حياة الملك الحسين بن طلال التي أبكت الجميع في الأردن. كانت الليلة الأخيرة في حياة الملك الحسين بن طلال ليلة الجمعة الموافق 5 فبراير لسنة 1999. هي ليلة مهيبة وحزينة في تاريخ الأردن، حيث قضى ساعاته الأخيرة في مدينة الحسين الطبية في عمان، محاطا بعائلته المقربة بعد صراع طويل ومرير مع مرض السرطان. إليك تفاصيل تلك الليلة واللحظات التي سبقت رحيله. الوضع الصحي: كان الملك قد عاد إلى الأردن من رحلة علاجية أخيرة في الولايات المتحدة قبل أيام قليلة، وكان في حالة موت سريري منذ دخوله المستشفى، حيث أبقته الأجهزة على قيد الحياة لفترة وجيزة. تواجد العائلة: اجتمع حول سريره أبناءه وعلى رأسهم الملك عبدالله الثاني الذي كان وليا للعهد إنذاك، والملكة نور الحسين وإخوانه، حيث بقوا بجانبه طوال الليل في حالة من الترقب والحزن. اللحظات الأخيرة: يروي الملك عبدالله الثاني في كتابه فرصتنا الأخيرة أن قلب والده الملك الحسين بن طلال ينبض بقوة رغم توقف معظم وظائف أعضاء جسمه، وهو ما اعتبره الأطباء دليلا على القوة البدنية والعزيمة التي تميز بها الملك طوال حياته. الإعلان الرسمي: استمرت الحالة حتى صباح يوم الأحد في 7 فبراير لسنة 1999، حيث أعلن الديوان الملكي الهاشمي وفاة الملك في تمام الساعة 11 صباحا، ليعم الحزن كافة أرياء الأردن والعالم. رحل الملك الحسين تاركا خلفه إرثا سياسيا وإنسانيا كبيرا، وشيعت جنازته في اليوم التالي في 8 فبراير، فيما عرف بجنازة القرن نظرا لحجم المشاركة العالمية غير المسبوقة من قادة وزعماء العالم.